من الأصناف المهمة جدا على المائدة الرمضانية ورق العنب. أنا ورق العنب بتاعي ده أنا بحب أعمله بطريقة معينة كده، بستخدم فيه الورقيات لازم تكون فريش كده زي البقدونس، الكرفس، النعناع. فهنا عندي 4 حزم من البقدونس غسلتهم كويس قوي، وهاخد الورق بتاعهم واقطعهم زي ما انتم شايفين. هستخدم كمان كده كام عود من النعناع، وبعدين هاخد الورق بتاعه واضمهم كده على بعض كلهم كده واقطعهم. مش مهم تكون التقطيع رفيعة، ولكن يكونوا حبة حلوين كده. عندي كمان هنا حلة هسخن فيها مية، وبعدين هنزل كده بنص كيلو من ورق العنب ده. انا كنت مخزناه من السنة اللي فاتت وطلعته دلوقتي. يعني زي ما انتم شايفين كده، هي بنزل بورق العنب مش بياخد يعني اقل من الدقيقة، واطلعه علشان ما يتهريش مني. الكمية دي زي ما قلت لكم تقريبا نص كيلو. عندي هنا البقدونس وكمان اوراق النعناع، كمان نص كيلو من الرز غسلته سبته ينشف، بصلتين كبار مفرومين، برضو فلفل احمر وفلفل اخضر مفرومين. دي صلصة بيوريه وعليها 3 معالق كبار من الصلصة بتاعت الطماطم. هقلبهم كويس. بحب انكه ورق العنب بالفلفل، فهنا عندي كام واحدة فلفل كده للحشو. دي كل المكونات بتاعت الحشوة زي ما انتم شايفين كده. عندي 3 معالق كبار من دبس الرمان، ونص كوباية من زيت الزيتون، وملح وفلفل اسود وزنجبيل، وكمان 7 بهارات وسماق. هتستغربوا جدا للسماق، بس والله انا بحب نكهته، بتبقى حلوة جدا جدا في ورق العنب، بتدي مزازة حلوة كده مع دبس الرمان. هخلط كل المكونات دي بتاعتي، هخلطها كلها مع بعض وهسيبهم كده يعني تقريبا كده ربع ساعة علشان الرز يتشرب من كل النكهات دي. وبعدين هيبقى في عصارة، العصارة دي ما ترموهاش، العصارة دي احنا ممكن نصفيها علشان هناخدها ونساوي بيها المحشي. هنا عندي حلقات من البصل وحلقات من الجزر، وكمان شوية من الزبيب. في قاع الحلة بحب افرشها كده بورق العنب، وبعدين ارص الحلقات بتاعت الجزر والبصل، وكمان فروع النعناع دي انا هحطها على جنب كده، عيدان النعناع دي. وهرش كمان الزبيب اللي انا غسلته، اغسلوه كويس قوي الزبيب ده، هرشهم كده كويس. وبعد كده هبتدي احشي ورق العنب بتاعي. طبعا كلنا عارفين الناحيه اللي بتلمع من تحت والناحيه الخشنه بتبقى من فوق، فانا طريقتي ان انا بفردها كويس قوي، بعدين الم الاطراف من تحت والف والم الاطراف كمان لغايه ما الفها ويبقى معايا، لغايه ما يبقى معايا كده صباع ورق عنب ملفوف كويس مش مرخي علشان ما يتفكش مني اثناء التسويه. اكيد بيصادفنا كتير قوي بيبقى فيه ورق صغير وورق كبير، فانا بجيب الورقتين الصغيرين دول بلمهم مع بعض كده، وهبتدي كده الم الاطراف والف. خلاص كده هي بقت ورقه واحده حلوه قوي. دايما انا بحب الف على الطبق عشان بيخليني بعرف اتحكم في الحشوه. برضو دي ورقه ملهاش عدله يعني، فانا برضو يعني لازم اجيب اغطي الاول الرز بتاعي بحيث ما يطلعش بره الحشوه، وابتدي الف الاطراف واشد كده والف لغايه ما يبقى معايا صباع ورق عنب حلو قوي. دي واحده تانية كمان. اساوي كمان حبات الرز ما يبقاش كتيره وما تبقاش قليله، علشان اعرف اتحكم في الحشوه وما يطلعش الرز بره ويبقى شكله وحش في الحله. انا كده خلصت كل الكميه بتاعتي. ما تقلقوش من ان لون صوابع ورق العنب فيه لون اخضر ولون فاتح، ده علشان بس السلق، في اللي اتسلق كويس وفي اللي ما اتسلقش قوي، ولكن اول ما هيستوي هتلاقوا كله واخد لون واحد. هرصهم كده كويس علشان انا عايزه اقلب الحله، وعلى فكره انا بخاف قوي من قلبه الحله، وفعلا يعني وانا بقلبها كانت ورق العنب انحرف شويه كده. بس كده بعد ما خلصت بقى اللفه دي بتاعت الورق العنب والتظبيطه دي، هبتدي بقى ارص بقى وحدات الفلفل. ده الصوص اللي اتبقى من الحشوة، ضفت عليه 3 معالق كبار من الصلصة، وعليه دبس رمان وزيت زيتون، وكمان ملح وفلفل اسود،
وسماق، وكمان ضفت زنجبيل و7 بهارات وفلفل اسود، وضفت لهم كمان ميه سخنه. هقلبهم كويس. هضيف كمان هنا ميه سخنه، وكمان مكعبين من مرقه ماجي بتاعه الخضار. انا بحب طعمها وريحتها بتبقى مميزه قوي. هقلبهم كويس، وبعدين هسقي بيهم المحشي بتاع ورق العنب. وعايزين نوصل الميه للصف اللي قبل الاخير، يعني ما يبقاش مليان قوي، الصف اللي قبل الاخير بس كده، ونظبط ونوقف. هناخدهم بقى على نار عاليه، نرفعهم على نار عاليه لغايه يعني مش عاليه قوي، يعني نار متوسطه، لغايه ما يتشربوا ورق العنب، يتشرب الشوربه بتاعته دي. انا حطيت هنا التقل، بعدين هغطي الحله كده على نار متوسطه. اول ما يتشرب على طول هشيل التقل ده. بعد كده هدي النار خالص واسيب ورق العنب بقى يستوي. هو بياخد مرحله السوا بتاعته بالظبط، بتبقى ساعه كده. هو استوى. انا هنا عندي الطبق ده مسطح، انا متردده ان انا يعني اقلبه، فهغير الطبق واحط طبق تاني علشان لو في صوص او في صلصه ما تبهدلش الدنيا. انا حطيت هنا الطبق اهو، وهقلب. هو اتزحلق مني شويه في الميله دي، فده كان شكله يعني. لا بس هو يعني على الاخر كان متظبط وحلو قوي. طبعا وردات البصل بهدلت مني، انا حاولت اظبط على قد ما اقدر. ده الشكل النهائي بتاعه. اتمنى ان الوصفه بتاعتي تعجبكم وتنفذوها، وبس كده.